السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبابي في كويزين أم سيرين ديزاد. اليوم جيت نحضر معاكم وصفة الخرشف بالبطاطا والحميصة. باش نحضروا هذه الوصفة أحبابي يلزمنا طريفات تاع الدجاج كما راكم تشوفوا. عندنا حبة بصل مسكرفجة، عندنا زوج حبيبات بطاطا يكونوا يعني لاباس بهم ملاح، عندنا خرشف اللي كنت نقيته وغسلته وحطيته وقطعته وحطيته يتغلى في شوية ماء، يعني غلية فقط ماشي طيب. وعندنا توابل كما راكم تشوفوا، عندي فلفل كحل وعندي قرفة وعندي شوية كركم. يلا تفضلوا معايا احبابي نحضروا الوصفة مع بعض. هنا في الطنجرة تاعي نحط شوية زيت، نضيف لها شوية سمن هكذا نص مغرف سمن بهذه الطريقة، ونزيد نحط طريفات تاع الدجاج تاعي يتقلاو هكذا، يعني باش ياخدو هذيك البنة تاع القليان بهذه الطريقة. ونزيدو نضيفو البصل تاعنا بعد ما نحرك طبعا هكذا، بهذه الطريقة. هنا ونزيدو نضيفو التوابل تاعنا هكذا بهذا الشكل هذا. في هذه المرحلة أحبابي نزيدو نحطو الملح هكذا، ونحرك مليح بهذه الطريقة هذه، ونخلي الدجاج تاعي حتى يتقلى. هنا بعد ما تقلى لي الدجاج تاعي كما راكم تشوفوا، نرمي بطاطا هكذا بهذه الطريقة. انا هنا رميت البطاطا هي الاولى، على خاطرش كما قلت لكم الخرشف تاعي كنت غليته غليه هكذا وراه طري، يعني يطيب بالخف، يجي سوا مع بطاطا، يطيب سوا مع بطاطا هكذا. نحرك مليح. انا احبابي نحط شويه معدنوس هكذا، معدنوس يعطينا كما نقولوا بنه في هذا الطبق. ونحرك مليح ونمرق بماء سخون هكذا كما راكم تشوفوا. هنا نمرق حتى يتغطى الدجاج تاعنا والبطاطا تاعنا بهذه الطريقة هكذا. نحرك الطنجرة تاعي هكذا بهذه الطريقة. هنا نغطي عليها ونخليها تغلي واحد 5 دقائق هكذاك. بعد ما غلات 5 دقائق نحي عليها الغطيوة كما راكم تشوفوا، ونضيف الخرشف تاعنا في هذه المرحلة كما راكم تشوفوا هكذا بهذه الطريقة هكذا. نخلي هنا الخرشف تاعنا يطيب. بعد ما طاب كما راكم تشوفوا هنايا نضيف الحميصة تاعي من الفوق. الحميصة تاعنا كانت طيبة من قبل، يعني نحطها برك تغلي غلية تطلق بنتها. ودوك الطبق تاعي كما راكم تشوفوا راهو طايب واجد، نديرلو من الفوق معدنوس ونوريه لكم في طبق التقديم. هذا هو الشكل النهائي للطبق تاعنا أحبابي، يعني يخرج بنين يشهي. كما تعرفوا هاد الأطباق يعني كبرنا عليهم، أطباق بسيطة يعني وراقية وبنينة. هذه هي أحبابي، نتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها وتدعموني بلايك وابوني وتخليوا لي تعليق شباب كيما نتوما، يزيد يحفزني باش نزيد ندير لكم وصفات واحد اخرين. ودوك ما بقى لي غير نقول لكم استنوني في وصفات قادمة بإذن الله تعالى. في أمان الله.